عزيزي المستمع، جاري اللطم في القامشلي وقنديل. السلام عليكم. نداء تاريخي من زعيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي المسجون في جزيرة إمرلي التركية عبد الله أوجلان، يطالب فيه أنصاره بإلقاء السلاح وفسخ حزب العمال الكردستاني. والنداء الذي نقله وفد من حزب الشعوب الديمقراطي ديم عقب زيارته جزيرة إمرلي، حيث التقى بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وهو مكون من 3 صفحات نقله أوجلان، وتضمن دعوة إلى إنهاء النزاع المسلح وإعادة النظر في مستقبل الحزب. وأشار أوجلان إلى أن حزب العمال الكردستاني نشأ في ظروف القرن العشرين التي وصفها بأنها الأكثر عنفا في التاريخ، مشيرا إلى الحربين العالميتين، الحرب الباردة وإنكار الهوية الكردية. كما أكد في بيانه تأثر الحزب بالنظام الاشتراكي الواقعي في استراتيجيته وبرامجه، إلا أن انهيار الاشتراكية في التسعينيات والتطورات الحاصلة في حرية التعبير أفقدته معناه، وأدى إلى تكرار مواقفه بشكل مفرط. ولذلك فإن الحزب كغيره من الحركات المشابهة استكمل دوره وأصبح حله ضروريا. وحول العلاقات التركية الكردية، أوضح أوجلان أن الشعبين عاشا تحالفا طوعيا لأكثر من 1000 عام، إلا أن الحداثة الرأسمالية خلال آخر 200 عام سعت إلى تفكيك هذا التحالف. واعتبر أن تفسير الجمهورية بشكل أحادي سرع هذه العملية، مما أدى إلى تدهور العلاقات التاريخية بين الطرفين. وأكد أوجلان أن الحل يكمن في إعادة تنظيم العلاقات بروح الأخوة دون إغفال الجوانب الإيمانية، معتبرا أن الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي أصبح أمرا لا مفر منه. كما رأى أن إغلاق قنوات السياسة الديمقراطية كان سببا رئيسيا في بروز حزب العمال الكردستاني كحركة تمرد وعنف، مشيرا إلى أن الحلول القومية المتطرفة مثل الدولة القومية المنفصلة الفيدرالية أو الحكم الذاتي لا تتوافق مع علم الاجتماع التاريخي للمجتمع. لعل وعسى أن يفهم أنصاره في سوريا هذه الجزئية. وفي الجزء الأخير من ندائه شدد أوجلان على ضرورة احترام الهويات وحرية التعبير والتنظيم الديمقراطي كجزء من بناء مجتمع سياسي ديمقراطي، معتبرا أن القرن الثاني للجمهورية التركية لن يحقق استمرارية دائمة وأخوية إلا إذا توج بالديمقراطية. وتابع قائلا: لا يوجد ولا يمكن أن يكون طريق لتحقيق التغيير خارج إطار الديمقراطية، حيث يجب أن يكون التوافق الديمقراطي هو الأساس، كما ينبغي تطوير لغة السلام بما يتناسب مع الواقع. كما أعلن تحمله المسؤولية التاريخية لدعوته إلى التخلي عن السلاح، مستشهدا بالدعوة التي وجهها رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي والمواقف الإيجابية التي أبدتها الأحزاب السياسية الأخرى إلى جانب التوجه الذي أبداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف: كما تفعل كل المجتمعات والأحزاب التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اجتمعوا في مؤتمر واتخذوا قرارا بالاندماج مع الدولة والمجتمع. يجب أن تضع جميع المجموعات السلاح، ويجب أن يعلن عن حل حزب العمال الكردستاني. وفي ختام كلمته قال أوجلان: أوجه تحياتي إلى كل من يؤمن بالعيش المشترك ويصغي إلى ندائي. إذن كيف يمكن أن نقرأ نداء أوجلان اليوم؟ وهل سيستجيب حزب العمال الكردستاني الإرهابي للدعوة؟ أولا يجب أن نأخذ بالاعتبار بداية أن عبد الله أوجلان في ندائه لم يشترط أي شيء لأجل نزع السلاح، وبالتالي هي دعوة مفتوحة لكل من حمل السلاح من أنصار حزب العمال الكردستاني أو كوادره في سوريا وتركيا والعراق لإلقاء سلاحه. الجزئية الثانية المهمة: كلنا نعرف أن هناك حزب يسمى حزب العمال الكردستاني، لكن لا نعرف خفاياه والتفاصيل الداخلية. فالحزب تاريخيا معروف عنه على أنه أجنحة: جناح يتبع نظام الأسد سابقا، وجناح يتبع لإيران، وجناح يتبع إسرائيل، وجناح آخر تمتلك بعض الدول الغربية والولايات المتحدة نفوذا عليه، والجناح الأخير هو جناح أوجلان. تاريخيا أوجلان سابقا استطاع أن يقنع الحزب بالخروج من الأراضي التركية عام 2011 في المبادرة السابقة، وبالتالي هنا نستطيع أن نستنتج أن هناك قسم من تنظيم حزب العمال الكردستاني سيتلقى دعوة عبد الله أوجلان
ويلقي السلاح وينخرط في العملية السياسية. لكن هناك أجنحة أخرى لن يقبل مشغلوها بأن يتركوا السلاح أو أن يحلوا حزب العمال الكردستاني. وسنسمع من بعض القيادات في قنديل أو في إيران أو في سوريا على أن عبد الله أوجلان مسن خرف ولا يعلم ما الذي يقوله وما هو النداء الذي وجهه، وسيقولون أنهم لن يتخلوا عن السلاح، وطبعا لأن الأوامر ستأتيهم من ملالي طهران وسينفذونها حرفيا. كما أن هناك جهات داخل حزب العمال الكردستاني تعمل وفق أجندات دولية، وبالتالي لن يستطيعوا إلقاء السلاح دون العودة إلى المشغلين كالولايات المتحدة الأمريكية في سوريا أو حتى روسيا في العراق وسوريا. وباختصار لا يمكن أن نقول الآن على أن كلمة أوجلان ستتحقق في سوريا أو في العراق أو حتى في تركيا بمعانيها، لأننا نتعامل مع تنظيم مخترق استخباراتيا منذ عقود، وعلى هذا الأساس سيبقى هناك تنظيم يسمى حزب العمال الكردستاني، لكن أسلوب التعامل معه سيختلف خلال الفترة المقبلة، ويمكن أن تصل الأمور لإطلاق عملية عسكرية تركية واسعة بغطاء وشرعية من الأحزاب الكردية في تركيا، بالإضافة أيضا لعبد الله أوجلان. بالنسبة للحكومة التركية ردود الفعل الأولية لغاية الآن نتابعها. كان هناك رد من نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أفكان علاء، وقال تعليقا على دعوة أوجلان: إذا استجابت المنظمة الإرهابية لهذا النداء وألقت سلاحها وحلت نفسها فإن تركيا ستتحرر من قيودها. طبعا خلال الأيام المقبلة ستلحظون شيء غريب جدا، قيادات قنديل ستخرج وترفض بيان أوجلان ولن ينصاعوا للنداء، لكن في نفس الوقت سيقومون بدعوة أنصارهم والحشود للنزول إلى الشوارع لرفع صورة أوجلان. سيقولون تارة أنه رجل خرف، وتارة سيقولون أنه الزعيم الروحي لهم، تارة سيقولون أنه مضغوط عليه من قبل الاستخبارات التركية، لكن في نفس الوقت سيضعون صوره على الجدران. من جانب آخر سيرفضون النداء، لكنهم سيحشدون الأنصار أيضا من أجل الدبكة. وكما أتحدث دوما ضمن المجتمعات عندما يتم سؤالي عن هؤلاء، فأقول باختصار أن هؤلاء يعانون من مشكلة دائمة، هم يعانون من مشكلة عدم تطور الدماغ. فعبد الله أوجلان بعد أكثر من 30 أو 40 عاما تطور دماغه، وعرف الآن أن الاشتراكية مشكلة، وأن السلاح والتطرف لا يجلب سوى الخراب والدمار والعنصرية، واليوم يتراجع. أي باختصار عزيزي المستمع، القسد السوري أو القسد العراقي أو من يعمل مع PKK في سوريا أو العراق، وطبعا أقصد الشباب هنا، يحتاجون لأكثر من 30 عاما أو 50 عاما ليتطور دماغهم ويصلوا إلى نفس القناعة. فنحن نتعامل مع مجتمع لديه صعوبة في تطور دماغه وفي التقاط الأفكار والتفكير بطريقة صحيحة، مجتمع تم إشباعه بالأكاذيب وتم تحريضه على المجتمعات المحيطة، تم تعليمه على كراهية العرب والمسلمين وحتى أحيانا كراهية أنفسهم. لذلك أنا غير متفائل إطلاقا بنداء عبد الله أوجلان، لأن البضاعة الموجودة لدي في سوريا هي بضاعة فاسدة لا يليق بها إلا عملية عسكرية واضحة وصريحة يتم من خلالها تجريد هؤلاء من سلاحهم ورميهم في السجون أو في مزابل التاريخ. وكلكم شاهدتم في البداية كانوا يريدون كردستان، ومن ثم غربي كردستان، ومن ثم إقليم شمال شرق سوريا، ومن ثم روج آفا التي أقول عنها حمرة الطيز أو روج الأفا بالترجمة العربية، ومن ثم تراجعوا عنها، ومن ثم قالوا نريد فيدرالية وإدارة ذاتية، ومن ثم تراجعوا عنها، ومن ثم ارتموا بأحضان نظام الأسد، ومن ثم الآن ادعوا على أنهم مع الثورة ورفعوا علم الثورة، وتارة يرفعون علم أمريكا، وتارة إسرائيل، وتارة روسيا، وكل يوم بحضن مشغل أجنبي مختلف. فكما قلت في البداية أن هؤلاء نمو دماغهم يحتاج إلى الكثير من الأدوية والأساليب المتطورة التي نستطيع فيها إصلاح هذا المجتمع
الذي تغذى وتشرب كراهية العرب والمسلمين منذ سنوات وفق أكاذيب أطلقها عبد الله أوجلان ومحمد أمين زكي وباقي العنصريين المتواجدين في المجتمع. ولكم أن تشاهدوا الكرد الذين يخرجون على شاشات التلفزة أو على مواقع التواصل الاجتماعي. فالكلمة الأولى: أنتم عرب اذهبوا إلى الصحراء، أنتم مسلمين نكفر بنبيكم، أنتم دواعش، واتهامات بالجملة. واعتبرونني من الصقور وليس من الحمائم، لأنني أنقل لكم التجربة التركية التي طالت لأكثر من 40 عاما. وها نحن اليوم عام 2025 يوجه زعيمهم الإرهابي الذي ارتكب مئات بل آلاف المجازر في تركيا خطابا ونداء يطالب بالسلام. وأنا غير مستعد للأمانة في سوريا أن أنتظر لأكثر من 50 عاما لكي يتطور دماغ البويجي لكي يفقه أن السلام يأتي من خلال الحوار والسياسة، ليس من خلال الأكاذيب، وليس من خلال الارتماء بأحضان الأمريكيين أو الإسرائيليين، وليس من خلال نشر الحقد والعنصرية والكراهية ضد العرب أو المسلمين أو الترك عموما. إلى هنا انتهت إضاءتنا أخوتي المستمعين، أدعوكم للاشتراك في القناة والانضمام إلى قناتنا في تليجرام. أترككم بحفظ الله ورعايته إلى لقاء آخر، والسلام عليكم.